السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمهور الكتيبه وحشتوني جدا جدا. عارف اني مقصر معاكم وما اجيبلكش حلقات او اخبار بقالي فتره طويله، لكن من النهارده انا مكمل معاك ان شاء الله لاخر العمر. بس قبل ما ابدا في موضوع الحلقه انا عايزك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس لو انت اول مره تشوفني عشان يوصلك كل جديد. النهارده انا جاي اتكلم عن خناقه عمر كمال عبد الواحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا نبدا حلقه جديده. النهارده جايين نتكلم فيها عن بعض الاخبار وجايين نفضفض مع بعض شويه. النهارده جاي اكلمك عن خناقه عمر كمال عبد الواحد، بس قبل ابدا فيها وانا جايب لك البديل السوبر اللي ينفع الاهلي والزمالك، وخصوصا اتمنى للزمالك عشان خاطر هيفيد الزمالك جدا. لكن انا اقول لك النهارده خبر حاصل جاي لي دلوقتي اهوت قبل ما اطلع الحلقه، واقول لك ان الاهلي هيقابل نادي فيوتشر بكره في نهائي السوبر. الاهلي اعلن اصابه محمد الشناوي، كان في بعض الكلام هيلعب مش هيلعب. انا جاي اكد لك الخبر رسميا. الحارس الاساسي للنادي الاهلي بكره لملاقاه مودرن فيوتشر هو مصطفى شوبير. الاهلي النهارده والجهاز الفني قال لك مش هنلاعب الشناوي بعد تقرير طبي من الجهاز الطبي للنادي الاهلي خوفا من تفاقم الاصابه. الشناوي قدامه لا يقل عن اسبوعين او ثلاثه عشان خاطر يبدا يلعب ماتشات من تاني. الحته اللي جاي اتكلم فيها ومش عايز اطول عليك فيها، انا جايب لك النهارده بديل مهم لعمر كمال عبد الواحد. بس انا ادخل في القصه اقول لك ان الاهلي بكره هيبقى عنده ماتش صعب قدام فيوتشر. الاهلي قابل مودرن فيوتشر 4 مرات، قدر انه يكسب فيوتشر مره واحده وتعادل معاه في 3 مرات. الماتش هيكون صعب لان فيوتشر بيمتلك بعض اللعيبه المميزه زي عمر كمال عبد الواحد اللي جايين نتكلم عليه كمان شويه، وزي جنش وزي لعيبه كتير، والمدرب بتاعهم مدرب محترم جدا مخلي فيوتشر في منطقه كويسه باللعيبه الموجوده بعد ما مشي منه اسماء كتيره جدا. محور الحلقه النهارده جاي اكلمك عن عمر كمال عبد الواحد اللي فيه خناقه كبيره جدا بين الاهلي والزمالك للتعاقد عليه. طب انا جاي النهارده اقول لك تاخد 30 ولا تاخد 25؟ هتقول لي يعني ايه؟ مش فاهم. هبسطها لك. انا لو جاي اديك النهارده لعيب محترم زي عمر كمال عبد الواحد، لعيب جوكر بيقدر يلعب في الباك اليمين وبيقدر يلعب في اكتر من مكان وعنده 30 سنه، واديك نفس اللاعب بيلعب يمكن احسن بالنسبه لي من الحكم ليك لما اقوله لك بيلعب في اكتر من مكان، هتقول لي هو مين؟ هقول لك لاعب نادي فاركو جيفرسون انكادا. لعيب جامد جدا. لو انت راجل كوير وبتفهم في الكوره وبتفهم في الماتشات واتفرجت على فاركو واللعيب اللي جامد عندهم جيفرسون انكادا هتعرف ان كلامي صح. لعيب عنده 25 سنه بيقدر يلعب في اكتر مكان، بيملى الباك اليمين رايح جاي، بتقدر تلعبه جناح، تقدر تلعبه باك يمين، بيزيد كمان في العمق وبيدخل كمهاجم تاني. اقسم لك بالله مش الزياده العاديه تقول ده المهاجم. بيلعب بطريقه غريبه الشكل، عنده قدره عجيبه، عنده 3 رئات بيقدر ياخد الملعب ورايح جاي كانه بيتمشى في صاله بيتهم كده. انا لو بتكلمني لو انا المسؤول في التعاقد وانا بقول لك رسميا وخدها من كلامي وهنتفرج قدام، عمر كمال عبد الواحد بنسبه تتخطى 90% لاعبا في نادي الزمالك. لكن لو انا صاحب القرار هختار جيفرسون انكادا وانا وش مغمض. خبر الثالث معايا لما انا قلت لك في بدايه الموسم انا عندي لعيب صفقه سوبر كنت اتمنى انها تلبس تيشيرت نادي الزمالك وكان عندي حق. النهارده مصطفى زيكو بلدياتنا وابن جمهوريه شبين، اللاعب الصاعد اللي بيلعب فيه، هو مش صاعد هو لاعب متالق، اللاعب اللي بيتالق مع نادي زد النهارده بيوصل ل 7 اهداف في 9 مباريات بالاضافه ل 3 اسيست، بتتساوى مع مابو لولو واحمد بالحاج هدافين الدوري العام. فلاعب جامد زي ده كان قريب جدا من الانتقال لنادي الزمالك. كان عنده اخبار شبه مؤكده لانه تعاقد مع نادي الزمالك في ولايه ميدو، لكن كل ده ما حصلش. ميدو كان موجود مع مجلس الاداره السابق اللي دمر نادي الزمالك منه الله مرتضى منصور، لكن ربنا ما تمش ان زيكو يلبس تيشيرت نادي الزمالك. لو انا برضو من الناس اللي بتتعاقد مع اللعيبه هتعاقد مع زيزو وش. انا بقى جاي اوجه رساله في الحلقه ديت الى كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. انا عارف ان الامور ممكن تكون مش كويسه في نادي الزمالك لان انت جاي في وضع بوظه المحتل مرتضى منصور والدنيا مش مظبوطه جوه نادي الزمالك. فالنهارده انت عندك تحدي كبير. انا عارف ان خلاص بنسبه تتعدى 99% الزمالك خلص مع سبورتنج لشبونه في حوار الغرامه اللي كانت موقعه نادي الزمالك بسبب ازمه شيكابالا منه الله برضه مرتضى منصور اللي بوظ نادي الزمالك. ففي شويه صفقات نتمنى ان مجلس الاداره يخلص فيهم. بيسالنا على رايي اقول لك جيفرسون انكادا مع ان عارف ان عمر كمال عبد الواحد موجود. الزمالك يعتبر خلص في 3 صفقات اللي هو محمود صابر نجم نادي بيراميدز المنتخب الاولمبي المنتقل لنادي زد في اعاره، راجل ما بيلعبش كويس مع زد واحتياطي. هي الكوره حظوظ والله، اما صابر ده بيلعب احتياطي وفي ناس بيلعب اساسي مش مشكله. فانت عندك محمود صابر. اتمنى ان كابتن حسين يحاول يرجع مصطفى فتحي مره ثانيه لنادي الزمالك مع رجوع نجم نادي الزمالك اللي اتمنى منتخب هدفع فلوس من جيبه ويرجع طارق حامد. وعندك اكتر من لعيب نتمنى انضمام اسامه جلال مدافع نادي بيراميدز. برضه عندك في بيراميدز بعض الاسماء ممكن يكون سهل انها تيجي نازك بسبب عدم المشاركه المستمره، من ضمنهم
من ضمنهم اسف يا رب، من ضمنهم مين؟ من ضمنهم لعيبه ياما زي محمد رضا بوبو. في عندك اكتر من لعيب كتير، لا ما تعدش، لعيبه ياما زي بوبو وزي محمود صابر اللي منتقل لزيد زي ما قلت لك، في حاجات ياما. والزمالك برضه انهى التعاقد، ودي خدها مني، لكن لسه هل هيتم؟ هو انهى مع اللاعب لكن هيلبس تيشيرت نادي. بالنسبه لي مش الصفقه السوبر، ناصر ماهر لعيب جامد، لكن بالنسبه لي الصفقه السوبر لو حصلت رجوع اشرف بن شرقي مره ثانيه لنادي الزمالك. لو بتسالني تجيب مين مكان ناصر ماهر، اقول لك في احمد حمدي لاعب النادي الاهلي السابق اللي كان محترف بره، لعيب حته محترمه تقيله ملهاش تسقيف ولا تطبيل في مصر عشان يكون بيلعب كويس. نتمنى ان كابتن حسين يبقى عندك اكتر من خيار، سيبك من كلامي شوف الصح، لكن عندك اكتر من لعيب تقدر يرجعوا نادي الزمالك عشان تبقى تخف من الضغط وتشوف باقي المشاكل اللي موجوده سواء في العاب الصالات او المشاكل اللي موجوده بسبب خالد بوطيب، الفلوس اللي علينا، فلوس سامسون. المفروض رحيل كل الثلاثي الاجنبي او باع المفروض حمزه المسوسي اللاعب المحترم اللي ما خذلش نادي الزمالك. لكن احنا نتمنى لعيبه سوبر على قدر مقدار نادي الزمالك، نتمنى ان جمهور نادي الزمالك يصبروا على الكابتن حسين اللي مستلم نادي الزمالك وهو فوضى، ونتمنى ان احنا نصبر شويه لان مش كل حاجه تحل في ليله وضحاها. في النهايه انا عارف ان انا قصرت معاك في الفيديوهات، لكن ان شاء الله من النهارده هكمل معاك كل يوم حلقه جديده. لو اول مره تشوف حاجه غريبه جدا تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. استنونا في حلقه جديده من برنامج كتيبه. سلام.